مع تعاقد الزمالك مع اللاعب أدهم العيدة اكتملت صفقاته، وبمعرفة إمكانيات اللاعب فكرني بالثورة اللي حصلت في NBA آخر 10 سنين، ومع بداية تدريب ستيف كير للوريورز وتحت إيده كلاي تومسون وستيفن كاري. ليه ربطت بين الاتنين وأنا عاوز أحكي لكم إيه النهاردة؟ تعالوا ولكن بعد الانترو. بس خلص لعب يا قلبي أحمد الأحمر. طبعا ما تنساش اللايك يا صديقي والسبسكرايب او الشير وانت على الفيس، ويلا بينا نخش في الحلقه. زي ما احنا عارفين كابتن مرعي من اواخر تدريبه لسبورتنج وفترته مع الاتحاد، ومرعي بيواكب اللعب الحديث للعبه في الاعتماد على الثلاثيات كمصدر اساسي لتحريك الملعب، سواء بانهاء الهجمه عن طريقه او اغراء الخصم وتفتيح المساحات. يعني يغرى الخصم، يعني بيحاول يغري الخصم يطلع لبره شويه فيفتح مساحات للعيبه تخترق وتسجل. يمكن كتير بيشوف فترته مع الاتحاد بسبب كثره اللعيبه المميزه في الثلاثيات، خصوصا ان حتى اطوال الفريق زي السمعه وبيبو كان بيجيدوا اللعب الثلاثيات. لكن بمرور الوقت وتدريب الزمالك شفنا تغير كبير للعيبه الزمالك، وبرضه اعتمد في النهايه على التسديد اكتر رغم التوازن ما بين الداخل والخارج. وبما اني هنا بتكلم عن الكاتش اند شوت والمقصد هو استلام الكرة والتسديد على طول من بره المنطقة، فخلينا نقول ايه اهمية وجود لاعب بيستلم ويشوط على طول. اولا اعرف ان مادام في لاعب بيعمل كده وبياخد تسديدات فاعرف ان عنده نسبة حلوة. طب ليه المدرب بيعتمد على اللعب ده؟ بيعمل اولا توسعة للملعب علشان تتفضل مساحة لبقية اللعيبة انها تخترق، بالاضافه ان وجود واحد زي ده بيريح اللاعب الاساسي من حمل التسجيل وبينهي الهجمه بسرعه. بالاضافه ان اللاعب لو في تكتل او في الهجمه المنظمه مش عارفه تواكب الدفاعات، بالتالي بتباص الكره بسرعه للاعب ده كاتش اند شوت على طول في الباسكت، سواء جت سواء انت عرفت تاخد الريباوند لو ما جاتش، وهكذا. وممكن نفسيا لو مشيت معاه باعتباره ان هو بيتدرب على الثلاثيات اكتر، فلو جاب ثلاثيه ورا بعض ممكن يهلك المنافس نفسيا. شفنا ده مثلا على مهيب قصاد الزمالك في مباراه واحد بالبلاي اوفس السنه اللي فاتت في نصف النهائي، لما جاب 4 ثلاثيات ورا بعض في الشوط الثالث قدرت ترجع الاهلي للمباراه من تاني، وده اثر بالسلب على الزمالك ونفسيا. دي الفكره اللي لعب عليها ستيف كير بوجود كلاي تومسون وستيفن كاري معاه، لدرجه ان تومسون وصل في مباراه انه يجيب 9 ثلاثيات متتاليه ورا بعض، 7 منهم كانت كاتش اند شوت، يا دوبك يستلم ويرمي. ده سبب الرعب النفسي لخصوم الوريورز على مدار السنين، وقدر الفريق يفوز ب4 بطولات في فترة 8 سنين فقط. اما السنة اللي فاتت كان الزمالك بيعتمد على 2 منهم، واحد طبعا عالي اللي هو اوجي مايو، والاقل منه كان مودي. اوجي مايو الاساس شوتر طبعا محترف بره، لعيب NBA سابق، بالتالي كان هو الثمرة. بصوا معايا على الكرة ديت، استلم شاط. بصوا حتى على الكرة ديت بعد ما استلم 2 بيضموا عليه، يقدر يعمل الدريبل ويباص الكرة لمودي يشوط، استلم يشوط. بص كده على كلاي تومسون، استلم شاط. بص على ادهم العيدة، استلم شاط. مش معنى كلامي ان عزب ومهاب ياسر وعمر هشام مش مطلوب منهم يشوطوا على الثلاثية، لكن هم ليهم مهام اخرى زي الاختراق او تسيير الملعب. لما يكونوا موجودين في الملعب مع اوجيمايو مع ادهم العيدة ومع مودي، بالتالي بيحيل ليهم ان هم يخترقوا اكتر من كونهم يعتمدوا على الثلاثيات. طب صرف النظر ان الهجمه نفسها بيكونوا هم واقفين على البريميتر قبل ما يتحركوا يعملوا قطعات لتحت الباسكت. ندخل بقى على اخر جزء وهو ارقام اللاعب على مستوى التسديد. بدايه ادهم لاعب صغير طوله 196 سم، وده رقم حلو طبعا للاعب شوتر. ده يعتبر اقصر من مودي ب5 سم، مودي اللي بيلعب 4 ساعات، ادهم اقصر منه ب5 سم فقط. علشان كده هيبقى مميز لو كان دفاعيا قوي، وده هنعرفه على مدار الموسم. اما ارقامه في اول موسم احترافي ليه بالدوري الكندي، الموسم المنصرم مع فريقين، اول فريق لعب 20 مباراه والتاني لعب 17 مباراه، فكتوتال 37 مباراه جاب 44 ثلاثيه من 118 شوطه بنسبه 37%. مع اخر فريق تحديدا اللي لعب له 17 مباراه كانت نسبته 44% على المستوى الثلاثيات، وديت نسبه خرافيه اتمنى يستمر عليها.
الكوتش احمد مرعي بقى عنده حلول كتير سواء اختراقات او تسديدات من بره، لكن الحاجه الاهم انه يطلع اعلى مستوى من اللعيبه اللي تحت ايده ويحقق الانسجام ما بينهم. مش عايزين ننسى السنه اللي فاتت انضمام عبد الرحمن سعد من قطر، اللعيب ما قدرش يستحمل الضغوطات او تدريبات كابتن احمد مرعي وخلع. عاوزك تتخيل معايا هجمه فيها تكتل دفاعي رخم زي دي بالظبط، ودفاع بيزنق على المحترف. اظن لاعب زي ادهم هيكون خيار اهم من مودي في الحته دي بالظبط على الكورنر. طبعا انا عارف انا مش جايب الكوره عشان مودي ضيعها، ولكن بحاول اقول لكم ان نسبه ادهم العيده اعلى من مودي بكتير. اشوفكم في حلقات جايه ان شاء الله. ما تنسوش تعملوا اشتراك في القناه وتفعيل زر الجرس وانتظار كل جديد. وانتوا على الفيسبوك يا رب تعملوا لايك ان شاء الله وشير للحلقه وحلقات تانية اكتر. يمكن نتكلم عن تخيل الفرقه، تخيل الخطه التانية، تخيل الخطه التالتة مع فرقه السله، لكن لو لقيت مردود في الحلقه ديت ان شاء الله. السلام عليكم.